السلام عليكم. في هذه الحلقة سنتكلم عن موضوع اليوم: فوز المغرب بشرف تنظيم كأس العالم 2030 رفقة إسبانيا والبرتغال. ندعوكم إلى اشتراك في القناة حجيب أندرويد. شكرا على المشاهد. كأس العالم إذن في المغرب. الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أعلن اليوم الأربعاء إقامة كأس العالم 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال، بينما ستقام أول 3 مباريات في أوروغواي، الأرجنتين، الباراغواي. لماذا؟ للاحتفال بمئوية المونديال. الملف المشترك بين المغرب، البرتغال وإسبانيا بقي الملف الوحيد لاستضافة البطولة، وسنشهد بالتالي أول نسخة في كأس العالم تقام في 3 قارات و6 دول. ذكر الفيفا في بيان قال فيه: وافق مجلس الفيفا بالإجماع على الملف الوحيد والذي يجمع المغرب، البرتغال وإسبانيا لاستضافة البطولة في 2030 وتأهل الثلاثة طبعا بطريقة مباشرة إلى النهائيات باعتبارهم أصحاب الضيافة. تابع الفيفا إضافة إلى ذلك، ومع الأخذ بالاعتبار السياق التاريخي لأول نسخة على الإطلاق لكأس العالم، وافق مجلس الفيفا بالإجماع أيضا على أن تستضيف مونتيفيديو احتفالية استثنائية لهذه النسخ التي ستقام لأول مرة أو أول 3 مباريات على الترتيب في أوروغواي، الأرجنتين التي تستضيف فيها دولة عربية مباريات في كأس العالم بعدما استضافت قطر بمفردها نسخة 2022. شكرا جزيلا لمشاهدتكم ترندينج. سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.